رايحين النهارده واحد من احلى الاماكن اللي انا بحبها في مصر. المكان ده عزيز جدا على قلبي. بروح المكان ده كل مره باجي مصر، وواحد من الاماكن اللي ابتدى منها حياه كتير بالنسبه لي. ابتديت هنا، كنت شغال هنا اكشلي فتره وبعد كده وانا في الجامعه كنا بنجيب الانترنز اللي كانوا بيجوا لنا، كانوا بيقعدوا هنا. اتبنت علاقة بيننا وبين الهوستل دي قديمة جدا، والهوستل ده السنة دي خد أحسن هوستل في مصر. فتعالوا معايا أفرجكم على الهوستل. يلا بينا. العمارة موجودة في وسط البلد في شارع طلعت حرب. ده الأسانسير طبعا، اللي جه وسط البلد عارف الأسانسيرات هنا بتشتغل ازاي. عمارة قديمة طبعا، وده جزء من حلاوة المكان بصراحة بالنسبة لي، ان انت you get to experience how Egypt looks like. اهم حاجة اقفل الباب عشان محدش ينادي عليك من تحت يقول لك اقفل الباب. ف whoever is planning to come متنساش تقفل الباب. بسافر كتير، وكل مرة بسافر بيبقى عندي الحتة اللي أنا محتاج أختار فيها هقعد في هوستل ولا هقعد في أوتيل. طب لو هقعد في هوستل ليه، ولو هقعد في أوتيل ليه، وهل هو على حسب المكان أو اللي أنا رايح أعمله. ديفنتلي بيبقى ليه علاقة باللي أنت رايح تعمله، بس أنا سافرت شغل وسافرت سياحة، الاتنين عملت فيهم هوستل وأوتيلات، ودايما كنت بدرس أكتر بالاكسبيرينس اللي باخدها في الهوستلز يعني. الهوستلز اولا طبعا بتبقى ارخص كتير، وبيبقى فيه فايبس اللي هي بتاعت كل حد بيحاول يتعرف على بعض، الناس بتحاول ان هي تنزل تخرج تقابل ناس تانية. بيحاولوا دايما ان هم يساعدوا، دايما الناس اللي شغاله في الهوستلز بيبقى مهم قوي عندهم ان هم يساعدوا الناس ان هم يعملوا الحاجات بارخص طريقه ممكنه، ياخدوا احسن اكسبيرينس ممكنه من المكان اللي هم رايحينه. وده ما بنشوفوش قوي في الاوتيلات، لان الاوتيلات بتبقى ممكن الماديات فيها اهم بكتير من الهوستلز يعني. انا النهارده في واحد من احلى الهوستلز اللي موجوده في مصر. الهوستل ده هو دهب هوستل. دهب بتهيألي ممكن يكون من اقدم الهوستلز اللي موجوده، بقاله اكتر من 30 سنه هنا في وسط البلد في طلعت حرب. محافظ على نفسه بقاله كتير جدا، ودايما بيتطور ودايما بيتحسن. So my name's Jed. I've been traveling for 8 months with my girlfriend, or maybe even 9 months now. We have been in Egypt for about 3 or 4 days, staying at Dahab Hostel. And yeah, absolutely love it. It's got a really nice vibe. Everyone there's really helpful, and especially with the area and being such a chaotic city. So yeah, that aspect's really good. We always stay in, or most of the time we'll stay in hostels, especially when it's a busy city, because one, you meet like-minded people that want to see things and tourist attractions and stuff like that as well. But two, it's really nice knowing, it's the easiest way to know a local in the area, which is usually the people that work at the hostel, and they can just tell you all the tips straight away, help you with day tours and things like that. So that's another good aspect. And third is obviously meeting people. It's the easiest way to meet people. If you're in a communal area, 9 times out of 10 someone's going to come chat with you. So yeah, hostels are definitely the way to go, especially as a solo traveller. We've met some people from all around the world. We've met some that are now letting us stay at their place in England next month. We've met people from back home in Australia, everywhere. It's good. سلامة، تعالى معايا احكي لي ايه اللي بيميز فكرة الهوستل عامة ان جنرال عن فكرة الاوتيل. سوشيال لايف. لما بنتكلم على هوستل، هي دي بالظبط الفكرة اللي احنا بنتكلم فيها. احنا سحبنا شلتة، قعدنا، حد قاعد ماشي جنبنا، ايه ده انتوا بتصوروا، اجي اصور معاكم؟ لا مش تيجي تستنى. طيب هو ده بالظبط الفرق بين الهوستل والاوتيل بالنسبه لي. يعني يكون اكتر الهوستلز بتبقى معموله للباك باكرز والان بادجت ترافلرز والستودنتس وكده، بس برضه بتلاقي ناس من يعني الفئه العمريه من كل حاجه. انت ساعات بتلاقي مثلا واحد عنده 60 سنه والله بس ما يقدرش يقعد في هوستل. انا شفت دلوقتي كل حاجه بالظبط. ان هو مثلا هو من صغره وهو يعني باك باكر، هو بيسافر كل حته في العالم، فهو خلاص مش قادر يقعد في اماكن فانسي، وعايز يقعد في الاماكن العاديه، يشوف الناس التانية الترافلرز العاديين، مش ناس بتفيك اللايف بتاعتها او مش بتدور ان هي بس لاكجري وبس. بالظبط. لا، هي عايزه تبقى تجرب كل حاجه فعلا في المكان. فاهمني؟ ايه بقى اللي بيميز دهب هوستل عن
اي هوستل في مصر او اي هوستل عامه؟ هو انا شايف حاجتين او 3 حاجات. اولا انا ما عدتهمش. نعد مع بعض. اه اولا مكانه طبعا وسط كويس البلد. جدا في وسط البلد، 5 دقايق ماشي مثلا من المتحف، قريب من كل الفاسيلتيز. وسط البلد مكان جميل جدا. الاركتكت نفسه او الاركتكتنج ستايل بتاع المكان بتاع وسط البلد تحفه. هو هيدن جيم انا بالنسبه لي كوسط البلد، لان في كميه مباني محدش يسمع عنها، محدش يعرفها ومحدش بيلاحظها، جميله جدا، محتاجه بس شويه نظافه وترميم، ودي هتتشاف بشكل تاني خالص عن اللي هي عليه دلوقتي. تاني نقطة وهي الكوميونتي بتاع الناس اللي هنا، ان هم كلهم ناس باك باكرز، معظمهم سولو ترافلرز، فهم اوبن ان هم يتعاملوا مع ناس تانية. تالت حاجة الكومن ارياز، ودي انا شايفها من احسن الحاجات اللي عندنا، لان انت صعب تلاقي مكان زي ده في وسط البلد. واللي عمل الفكرة دي او اللي عمل المكان ده، انا لحد دلوقتي شايف ان هو كان سابق يعني الفيجن اللي عنده هي سابقة الناس اللي حواليه بكتير جدا. هو ما حبش يعمل اوض الناس تستريح فيها، هو حب يعمل مش مكان الناس لوكاندو، هوستل. بالظبط، هو حب يعمل مكان الناس ترتاح فيه، الناس تبقى ما تبقاش محبوسه في اوضها، لا هي ما بتدخلش الاوضه غير بس عشان تنام. اصل انت برضه في البيت عندك انت ما بتدخلش اوضتك غير عشان تنام، انت قاعد معظم وقتك بره. على الرغم من اللوكندات او الهوتلز معظم الوقت انت بتبقى في الاوضه. فهي الفكره، هو كان الفيجن بتاعته سابقه الناس اللي حواليه، فدي حاجه جميله جدا ولحد دلوقتي هي عايشه، فاهمني. وبس وبرضه كون المكان انسبايرد بدهب جميل جدا، يعني انت هتحس دهب فايبس هنا قوي، حتى الناس بتيجي من دهب على هنا على طول دايما يقول نفس اول الفكرة. مره ليها بتحس ان هي لا دي سيم فايبس. الستاف في دهب هوستل بجد عظيم عظيم. انا جيت اشتغلت في دهب هوستل هنا لمده 3 شهور سنه 2015. لما كنت لسه في الجامعه، كنت باجي هنا انترنشيبس عشان احسن اللغه عندي، عشان اتعرف على ناس جديده، عشان انا كنت شخصيا وانا في الجامعه بجيب انترنز لمصر وبقعدهم هنا في دهب هوستل، فكان علاقتي حلوه جدا بالهوستل زمان. بس بقى من الاماكن الاساسيه اللي انا كل ما اجي مصر لازم اجي دهب هوستل. دهب بيتميز طبعا بموقعه. احنا هنا ورانا متحف القاهره، وورانا برج القاهره، وطبعا وسط البلد كلها بكل الحاجات اللي انت ممكن تعملها في وسط البلد، متاحف والمطاعم وكل حاجه تانية موجوده هنا في وسط البلد، فده واحد من اهم الحاجات. الموقع بتاعه. رقم 2 الستاف هنا غير طبيعي. الستاف ده في هوستل، انت في التريننج بتاع الهوستل اول ما بتيجي تشتغل هنا بيقول لك ان انت تعمل حسابك ان الجاست ده جاي ياخد اكسبيرينس حلوه في بلدك، فانت تحت اي وضع لازم تاكد ان هو ياخد احسن اكسبيرينس انت ممكن تديها له. هدفك ان اللي يمشي من عندك يبقى مبسوط وحابب البلد، لان هو اولا هيجي تاني، ثانيا هيجيب 10 بعده. انما الواحد اللي ما بيتبسطش في المكان بيضيع 11. الفاسيلتيز كمان في الهوستل نظيفه قوي، انا بحب الفاسيلتيز هنا، بحس ان هي اتس اون ديفرنت ليفل عن اي هوستل تاني موجود في مصر يعني.